ازاي تفهم الافلام الاجنبي او الاخبار او البرامج من غير ترجمه. طبعا انت لما تسمع كده هتفتكر ان الموضوع مستحيل، بالذات لو مستواك متوسط او اقل، بس الحقيقه اللي جايه اقولها لكم غير كده خالص. انت ممكن تتفرج على فيلم بالكامل من غير ترجمه او برنامج بالكامل وهتفهم تقريبا كل حاجه. Welcome to Fast English. This is محمود عبد الفتاح. وفي مرحلة كده بنكون زهقنا فيها من حفظ الكلمات والجرامر وعايزين نطبق ده على أرض الواقع، مش مجرد دراسة عشان امتحان أو تكديس معلومات من غير ما استفيد منها. ولو حسيت إن جه الوقت المناسب فأفضل حاجة ممكن تعملها هي إنك تتفرج على حاجة بتحبها وتستمتع بيها. وزي ما قلت لكم في فيديو خطوات تعلم اللغة الإنجليزية، إنك لو اتفرجت على فيلم مترجم 10 مرات وجيت بعد كده اتفرجت عليه من غير ترجمة وفهمته، كأنك حرفيا بتتفرج عليه أول مرة. فلو مثلا عندك حصيلة كلمات متوسطة وبرضه مش فاهم، في حكمة بتقول إذا عرف السبب بطل العجب. يعني من الآخر لو عرفت أنا ليه مش بفهمهم يبقى أنا كده معايا مفتاح الحل. يبقى هنتكلم عن الأسباب اللي بتخليني مش بفهم الأفلام والبرامج، وكمان الحل اللي المفروض نعمله. وأول سبب هو السرعة في الكلام، والمقصود هنا السرعة بالنسبة لك، لأن هما مش بيتكلموا بسرعة ولا حاجة. أنت اللي اتعلمت تسمع المدرسين أو البرامج التعليمية ببطء، زي What is your name أو What's your name. طبعا انت فاهمني جدا ليه؟ لاني بتكلم ببطء شديد وما حذفتش حاجة خالص من الجملة. بس استنى، حاول تسمع الناس دي. What's your name? Alyssa. Alyssa? What's your name? Alyssa. Alyssa? What's your name? Eugene. What's your name? Eugene. اعتقد ان السبب ده لوحده كافي انك تعرف ليه في معاناة في فهم الافلام والبرامج. بس يلا بينا نوضح اللي حصل. باعتبارنا بنقول What's your name وجبت لكم جملة كلكم عارفينها، فالجملة دي اتحولت من What's your name ل Chname. Chname هو ده اللي انت سمعه. هنا اللي حصل انه اتكلم بسرعة وحذف نص الكلام وركز بس على كلمة نيم اللي هي الكلمة اللي تهمه في الجملة، مع سياق الحديث وتعبيرات الوش اللي قدامه بيفهم وانت كمان هتفهم. يبقى نطلع من القصة دي كلها ان احنا نركز على الكلمات الرئيسية فقط، ودي حلها انك تتعود تركز في الجمل اللي بتتقال وما تحاولش تعتمد اعتماد كلي على الترجمة. مجرد ما تركز مرة واثنين وثلاثة خلاص انت مش محتاج تركز تاني. فلو شغلت لك الجملة دي تاني اكيد هتفهمها، بس المرة دي من غير تركيز ولا مجهود. نيجي لتاني سبب وهو اختلاف اللهجات، واختلاف اللهجات بيخلي عندك تشويش شوية، وهنا بتكلم على البريتش والامريكان، ده غير اللهجات المحلية. يعني تقريبا كل الولايات في امريكا لهجتها مختلفة عن بعض. نرجع بقى للامريكان والبريتش واسمع المثال ده. You immerse yourself in the water. You immerse yourself in the water. Into water. Into water. وعندنا هنا اختلاف في كلمة water بالبريتش وwater بالامريكان، وطبعا قيس على كده باقي الكلمات. وحل الموضوع ده هو انك تعرف الفروقات الرئيسيه بين اللهجتين وتحاول تطبقهم، وفي فيديو شرحت فيه كل الفروقات دي بالتفصيل هتلاقوه في الاي. تالت سبب هو استخدامهم لمصطلحات عاميه غالبا ما درسناهاش ولا شفناها، والمصطلحات دي بتشمل الكلمات العاميه زي مثلا كلمه fella ودي معناها man، او زي الايديومز زي break a leg، ولو انت اول مره تسمعه تعرف ان معناه اكسر رجل، بس الحقيقه المقصود بيه good luck او حظ سعيد. وبالنسبه للايديومز انا عامل سلسله كبيره عنها هتلاقوا اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. رابع سبب والاخير معانا هو اختصارات الكلام. فمثلا لو انا عايز اقول انا عايز اروح المدرسه I want to go to school، فبيختصروا want to دي وبيخلوها wanna. I wanna go to school. دي كانت الحاجات الرئيسية اللي المفروض تعرفها قبل ما تبدأ تتفرج على أفلام أجنبي من غير ترجمة. وطبعا مش محتاج أقول لك إنك أول ما تبدأ تتفرج هتتفرج على ترجمة بالإنجليش English subtitles عشان تعرف الأول الكلمات والمصطلحات، وبعد فيلمين أو 3 هتلاقي اللي سمعته هنا بيتكرر هنا. محدش يحاول يقلد اللهجة اللي في الفيديو ده، لأن اللهجة اللي هتسمعها دلوقتي هي لهجة ليفربول في إنجلترا، وتعتبر من أغرب اللهجات الإنجليزية في العالم. طيب إيه الفايدة إن أنا أعرف حاجة غريبة زي دي طالما أنا كده مش هتكلم بيها؟ لسببين. الأول فور فن، يعني أنت طول عمرك بتسمع إنجليش بطريقة معينة ومرة واحدة تتفاجئ إن في مدينة في إنجلترا بتتكلم لهجة غريبة جدا، فدي حاجة لذيذة. ثانيا أنت ممكن تسمع اللهجة دي في أي وقت، بالذات إن ليفربول تعتبر مدينة كبيرة وفيها نادي ليفربول اللي بيلعب فيه دلوقتي محمد صلاح، ومش بعيد تلاقي محمد صلاح نفسه بيتكلم اللهجة الغريبة دي. فاستعد كده عشان تتعرف أكتر عن اللهجة دي. خليكم معايا. Welcome to Fast English. This is محمود عبد الفتاح، والنهارده إن شاء الله هنتكلم عن لهجة ليفربول أو السكاوس أكسنت، لأن الشخص اللي من ليفربول اسمه سكاوسر. واللي ما يعرفش ليفربول هي مدينة في شمال غرب انجلترا، وهنتكلم النهاردة عن اللهجة دي بالذات لان فيها اختلاف كبير
في الكلمات والنطق. ونبتدي باختلاف الكلمات الأول، ومعانا كلمة bees. bees معناها بوليس أو الشرطة. look out it's the bees. ده واحد من ليفربول بيقول خلي بالك الشرطة جاية. تاني كلمة وهي كيكس ومعناها trousers أو بنطلون. I bought new kicks. اشتريت بنطلون جديد. I bought new kicks. وفي برضو كلمة كوبون ومعناها bad mood. كوبون أو مزاج سيء. I'm in a كوبون. أنا مزاجي مش رايق. I'm in a كوبون. وفي برضو كلمة بيفي ومعناها مشروب كحولي. بيفي. واخر اختلاف في الكلمات هي كلمة سكارن ومعناها food. ايوه في ليفربول بيقولوا I need some scarn يعني I need some food. طبعا في كلمات تانية بس دول اكتر كلمات مهمة. نيجي بقى على اهم اختلاف وهو نطق الكلام نفسه. اول اختلاف هو صوت تي وهما بيضيفوا اس بعد التي صوت اس. يعني كلمة زي right بيقولوها right. كلمة زي don't بيقولوها don't. بيبالغوا قوي في السين اللي في الاخر. يمكن الاختلاف ده مش ظاهر قوي بس الاختلاف اللي بجد بقى هو صوت الكي. اي كلمه بتنتهي بصوت الكي بتتحول لخ. فكلمه زي باك بيقولوا لها باخ. وكلمه زي لوك بيقولوا لها look at me don't look باخ. تحس انهم بيتكلموا عبري مش انجليزي. read this book يعني اقرا الكتاب ده read this book. المفروض يعني ليفربول بقى نعمل لهم ايه. وممكن صوت الكي برضو يتنطق خ في نص الكلمه زي كلمه chicken بيقولوها للاسف chicken I want to eat chicken. اما بقى صوت زي come up shut اللي هو صوت الأ اللي فيهم بيتحول لأو فهيبقى come shut up come up here. بعد كده صوت الذا بيحولوه لدا فكلمه ذا هتبقى دا وذو هينطقوها دو. فلو قابلت حد من ليفربول او سكاوسر يعني قول له tongue twister دي they do though don't they do. فلما يحاول يقولها هيحول ذا لدا فهيقولها they do don't. واخر حاجه من الحاجات الملحوظه جدا في النطق كلمه زي something بينطقوها صائن تحس انها كلمه مختلفه خالص. وكلمه زي nothing بينطقوها نوعن بالظبط كده. مش اي كلمه متعلقه بالفلوس معناها ماني. عندنا كلمات زي غرامه وضريبه ومهر ومؤخر وفديه وغيره ما ينفعش ان احنا نقول عليهم ماني لان في الانجليش في كلمات تانية ادق نقدر نستخدم كل كلمه فيهم في سياقها الصح. So let's get started. وكلمه فلوس كلمه عامه جدا ولو حبيت اخصصها لموقف معين زي مثلا واحد خاطف شخص وبيطالب اهله بفلوس هيبقى اسمها فديه. غير كده هضطر اقول الفلوس اللي بيطالب بيها الخاطف اهل المخطوف. نفس الحكايه في الانجليش. احنا ممكن نبدل كلمه ماني بالكلمه المقابله ليها في السياق اللي احنا عايزين نتكلم عنه وده طبعا هيعلي من مستواك في اللغه ويخليك ادق في كلامك ويبان انك على وعي كبير باللغه الانجليزيه. ونبتدي بكلمه داوري ومعناها مهر اللي هي الفلوس اللي بتدفع قبل الجواز سواء من الراجل للست او من الست للراجل لان في مجتمعات الست هي اللي بتدفع الداوري للراجل او بتدفع المهر للراجل فالاتنين بيتقال عليهم داوري. تاني كلمه اسمها alimony والنطق ده امريكان. النطق البريتش alimony ومعناها النفقة أو الفلوس اللي بتدفع للزوجة بعد الطلاق. تالت كلمة هي ransom معناها فدية أو الفلوس اللي بيطالب بيها الخاطف أهل المخطوف عشان يسيبه. رابع كلمة هي tax ومعناها الضريبة وهي الفلوس اللي بتدفعها للحكومة معتمدين فيها على كمية الدخل بتاعك. خامس كلمة هي fine ودي من الكلمات الهومونيمز وهومونيمز معناها الكلمة الواحدة بيبقى ليها أكتر من معنى. لو عايز تعرف أكتر عن الهومونيمز هتلاقي لينك في آخر الفيديو فيه كل المعلومات والأمثلة عن الهومونيمز. نرجع كلمة فاين ومعناها غرامة أو الفلوس اللي بتدفعها كعقوبة نتيجة خرق القانون. سادس كلمة وهي donation ومعناها تبرع أو الفلوس اللي بتدفعها عشان تساعد الناس. آخر كلمة معانا وهي كلمة في وجمعها فيز ومعناها الرسوم أو المصاريف زي مثلا مصاريف المدرسة. يا ريت تستخدموا الكلمات دي كتير وما تحطوش كلمة ماني في كل حاجة. لو استفدت من الفيديو حاول تحط كلمة واحدة من السبع كلمات اللي احنا خدناهم النهاردة في جملة واكتبها في الكومنتس. ولو عجبك الفيديو اضغط لايك ولو عايز تتابع الفيديوهات الجديدة هتضغط سبسكرايب وتفعل علامة الجرس. Thank you for watching and see you soon.